في نصيحة تربية اتقالت لكل أم تقريباً وبتتحسب حب. وهي في الحقيقة بتعمل أثر عكسي من غير ما ناخد بالنا. خلي بالك انت غالباً بتعمليها بحسن نية. النصيحة دي ما بتبوظش فوراً، بتبوظ على مهل. كل أم نفسها بنتها تبقى قريبة منها، تحكي لها، تثق فيها، تحس إنها مش لوحدها. وعشان كده النصيحة الأشهر كانت دايماً قربي من بنتك، خليكي صاحبتها. شكلها حلو، صح؟ بس محدش وقف وسأل هو القرب ده مريح لمين؟ القصة واقعية بدون اتهام. أم طبيعية جدا في بيت طبيعي، عندها ضغط وعندها وجع. كانت تحكي لبنتها شوية عن تعبها، عن زعلها من باباها، عن خناقة حصلت، عن إحساسها إنها مش مقدرة. ولا كانت بتشتكي ولا بتشوه صورة حد، هي بس كانت بتفضفض. اللي حصل بعدها ما كانش واضح. البنت ما ردتش، ما اعترضتش، ما قالتش حاجة، بس جواها ابتدت تحس بحاجات مش فاهمة مصدرها: توتر، ثقل، ومشاعر ناحية باباها هي عمرها ما عاشت موقف يبررها. هنا الغلطة بتجان. لما تحكي لبنتها مشاكلها مع زوجها مش بتقرب منها، هي من غير قصد بتحمل لها مشاعر مش بتاعتها، مشاعر زعل، مشاعر غضب، مشاعر خيبة. دي مشاعر الأم بس اتسربت للبنت. فالبنت ابتدت تشيل من أبوها من غير ما يكون أذاها. وده أخطر نوع تشويح، تشويح بالمشاعر مش بالكلام. البنت هنا ما بقتش بنت بس، بقت شايلة، متلخبطة، وحاسة إنها واقفة في النص من غير ما حد يطلب منها. القرب الحقيقي مش إنك تحكي كل حاجة، القرب الحقيقي إنك تحمي بنتك من صراعات أكبر من سنها وأكبر من دورها. فالسؤال مش أنتِ قريبة من بنتك ولا لأ، السؤال الأهم قربك منها خفف عنها ولا حملها. خلي السؤال ده معاكي.